الحليم حافظ. عزيزي سيادة الدكتور عبد القادر حاتم، نائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة والإعلام، معلش دي تاني مرة بكلم فيها سيادتك السنة دي والشهر ده، لكن أعمل إيه إذا كانت أمانة فيك كفنانين كبيرة جدا وكتيرة جدا. الحقيقة يا دكتور حاتم، احنا كفنانين لينا مشكلة، وانا النهاردة بسمح لنفسي اني اتكلم فيها بالنيابة عن كل زملائي، يمكن لانهم ما بيتكلموش فيها بسبب الخجل او لانها مشكلة حساسة جدا بالنسبة لهم. المشكلة دي هي مشكلة معاشات الفنانين. يعني الواحد لما يفتكر الفنانين الكبار في بلدنا يلاقي واحد زي الفنان العظيم سيد درويش مثلا، عمل وقدم لبلدنا فن كبير وكتير، ونقل موسيقانا لقدام نقلة كبيرة، ولغاية دلوقتي أغانيه وألحانه بتتردد على كل لسان. ومع ذلك سيد درويش لما مات في شبابه مات فقير من غير ما يسيب أي نوع من التأمين لأولاده أو عيلته، وكمان من غير ما الدولة وقتها تقدم له أو تقدم لعائلته أي رعاية. ومش بس سيد درويش، إنما في عبد الحمولي، في نجيب الريحاني، في عبد الغني السيد، في محمد فوزي، في حسين رياض، وغيرهم من الفنانين العظام اللي خدموا بلدهم وخدموا الفن في بلدهم، ومع ذلك راحوا بدون أي رعاية. الحقيقة دكتور حاتم إن الوضع ده اتغير كتير في 20 سنة اللي فاتت. يعني بعد الثورة سيادتك شخصيا ساهمت بمجهود كبير في تغيير نظرة الدولة للفنان، وفي تقديم رعاية أكتر وأكتر من الدولة لأسرة كل فنان. وأنا النهاردة أولا بشكر سيادتك باسم إخواني الفنانين، وبطلب من سيادتك تقديم مشروع لمجلس الشعب أو مجلس الوزراء إن الدولة تصرف معاشات استثنائية للفنانين، بس كل اللي برجوه إنه ما يكونش بصفة فردية، إنما على أساس قواعد عامة يستفيد منها كل فنان خدم فنه وبلده. وبتمنى أيضا إن المشروع ده يضم جميع أنواع الفنانين، وياريت كمان يضم الصحفيين والإذاعيين والناس اللي بتشتغل في التلفزيون، أو على الأصح كل الناس اللي بيشتغلوا في الفن وفي الإعلام. بالشكل ده كل فنان بيشتغل في الموسيقى أو في المسرح أو في السينما أو كاتب أو صحفي أو رسام، عمل حاجة لبلده، عمل حاجة لفنه، ساهم بحاجة في رسالة هو مؤمن بيها، هيشتغل وهو مطمئن إن الدولة مش هتنساه، والمجتمع كمان مش هينساه، مش هينسى عيلته وأسرته ودوره ورسالته. وفي نفس الوقت ده بيخلي واجبنا أكبر كفنانين، واجبنا إننا ندي لبلدنا ومجتمعنا أكتر وأكتر من عمرنا ومن حياتنا ومن فننا. عزيزي الدكتور عبد القادر حاتم، أنا على قد ما أنا عايز أقول إن كل فنان بيحلم بالمشروع ده من زمان، على قد ما بقولك وبقول للدولة من خلالك يا ريت المشروع ده يتنفذ النهاردة قبل بكرة. ربنا يسدد خطاك ويوفقك دايما في كل خطواتك اللي بتخطوها من أجل بلدك ومجتمعك وكل العاملين من أجل الفن والإعلام. وكل سنة وانت طيب.
وختاما لك ألف سلام، ومحبة وأشواق وغرام من قلبي لا يهدى ولا ينام ولا ينام. قلب حبيبة. عبد الحليم حافظ. وغدا مع جواب آخر.